انت مثل ما اليوم تطالب المرأة ان تكون متزينة وتعرض نفسها عليك، انت حج مطالب، انت هم بيك تقصير. ترى هو المنبر مداراة للطرفين، المنبر ما يجامل اي صنف من اصناف البشر، لا مرأة ولا رجل ولا طفل ولا صغير ولا كبير ابدا. مثل ما انت طالبها ان تأتي مزينة، الاسلام طالبها ان تأتي متزينة تعرض نفسها، انت هم نفس الشيء، هم لا تجي عطابة، لا تجي عطابة وتنام يمها، هم شوف حالك، روح للمغاسل، كلف نفسك. والله البعض يتعاجز من روحه، دحرك روحك. شنو ذنبه؟ هي ما لها ذنب، هم تشتم عطر، تشتم كذا. يعني قوم للمغاسل فرج اسنانك على الاقل. كم واحد يفرج اسنانه؟ قوم للمغاسل فرج اسنانك، راح تضاجع لك مرة؟ شنو ذنب هاي النايمة يمك؟ روح للمغاسل، تجي من العمل متعب، نعم بها اجر وثواب، اسعى اسعى حتى هاي تشتم عطر خاص، حتى تعرف المرتدة مو هنا. المرتدة مالتي من بعض، اقول بعض النساء لما ترتمي في احضان بعض الشباب ما هو السبب؟ هي بالبيت ما سامعة، لا حبيبتي، لا جزاك الله الف خير، لا قواك الله، زين اللازم لمسحات ويدق عليها. وين ينطوج هذا؟ والله البعض ينقلونه بفصل لحد يزعل، ينقلونه بفصل يحل مشكلة، بس هو عبارة عن مشكلة، هو رياضيات معقدة يراد واحد يحلها، هو يحل مشاكل الناس، دحل مشكلتك انت. يدخل بالبيت بدل ما يقولها قواك الله، هسه ايام شهر رمضان يعني شوي خلينا يصير عندنا رحمة. عمي واقفة بالمطبخ 5 ساعات 6، عندكم دين انتم؟ هسه حتى الحيوان هم يمل من هاي الوقفة، وتعب ودهن ودخان، بدل ما يقولها قواك الله رمضان كريم، خو ما تعبتي. مجرد كلمة الإنسان دمه ولحم يتأثر بأي كلمة يا أخي، ما راح تنطي عينك ولا قلبك. وهذا بالإسلام ايش بيه؟ واستحب. أول ما طب ذب الخاشية قال له هوي وسهلا أبو الهوي، والله وين وديه؟ والله ما أدري وين يخليه بيا خانة.